وعاد وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت خلال اجتماع بعبد القادر الزهير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بداية الأسبوع الجاري بمقر وزارة الداخلية بتقديم مقترحات جديدة لمركزيات نقابية المذكورة، ذلك ما أعلن عنه الزهير الذي أكد أن الاجتماع الأخير المنعقد لم يسفر عن النتائج المرجوة ولم يمكن من نزع فتيل الاحتقان المشتعل بخصوص أزمة الحوار الاجتماعي. وقال عبد القادر الزهير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن جلسة الحوار الاجتماعي مع وزير الداخلية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة وأن المواقف ما زالت متباعدة. وأضاف الزهير أن الكونفدرالية لبت دعوة وزير الداخلية للحوار من أجل الاطلاع على مقترحات بخصوص حل الملف المطلبي، مشيرا إلى أنها لم تأتي بأي جديد يذكر خصوصا في الجانب المالي المتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات. وأعلن الكاتب العام أن وزير الداخلية وعد بتقديم مقترحات جديدة للكونفدرالية قبل عقد مجلسها الوطني الملتقى بيوم الأربعاء المقبل. اعتبر الزهير أن توقف عجلات الحوار الاجتماعي والأزمة التي يتخبط فيها يعكس حالة الحكومة غير المنسجمة وأنها تفتقد إلى نظرة اجتماعية. وأفاد الزهير أن دورة المجلس الوطني ستتطرق إلى مستجدات الحوار الاجتماعي والتحضير لفاتح ماي وكذا تسطير البرنامج السنوي للكونفدرالية. وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد أول أمس الثلاثاء اجتماعه الأسبوعي بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول خلاله في الوضع الاجتماعي المقلق المتسم باستمرار وتزايد الاحتجاجات ومسار الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي. واعتبر المكتب التنفيذي أن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف لا يزال معطلا، مجددا تشبثه بالملف المطلبي في شموليته. وأعلن المكتب رفضه كل السياسات والقوانين الهادفة إلى تفكيك المرفق العمومي وتكريس الهشاشة في سوق الشغل.